دي تحفة يا جماعة، بتنور في الضلمة. تعال اوريك تعمل ازاي الخلطة بتاعتها. بس طبعا ده البوليستر العادي، بوليستر عادي يا جماعة. طبعا هشرح لك ازاي تعمل التحف اللي بتنور، تحف ميداليات اي حاجة بتنور في الضلمة. هي بتمص زي كأنها طاقة شمسية، بتمص اي ضوء وبعد كده ايه بتضخه في الضلمة. تمام. طبعا هفضي حاجة بسيطة من البوليستر، لان اتسألت كتيرة جدا ازاي اعمل تحف مضيئة. تنفع لحاجات كتيرة جدا. موجود البوليستر كيلو، موجود صفايح، موجود البودرة المضيئة اللي انت عايزه. طبعا هاخد حاجة بسيطة. الكيلو يا جماعة عليه في حركة 70 جرام بودرة مضيئة. الكيلو بوليستر عليه 70 جرام بودرة مضيئة. بس هنفضه. طبعا انا حطيته في حركة ايه 1 جرام. دول في حركة 1 جرام على ايه 15 جرام بوليستر. وهتديها تقليبة زينة في حركة دقيقة تقليب. بعد كده هتحط حركة حاجة بسيطة من الكوبالت. بعد ما تفضي طبعا هتديها تقليبة تاني. هتقلب تقليبة حلوة جدا طبعا. اهي بقت طبعا الخلطة يعتبر مية مية. بس يا جماعة طبعا اهي الخلطة هحطها قدام لنضة عشان اوريكم هتنور ازاي في الضلمة. طبعا هسيبها في حركة ايه دقيقة قدام اللنضة عشان ايه تشحن بس نور. هي بتتمص النور وبعد كده ايه بتضخه في الضلمة. هوريك هتنور ازاي في الضلمة. اهي يا جماعة طبعا المادة هي وسايلة. اهي بتنور في الضلمة. طبعا البودرة اهي بتنور في الضلمة التانية. يعني انا سبتهم في حركة بس، فسبتهم في حركة دقيقة قدام اللنضة فتشحنوا. طبعا هعلمك ازاي تصنع ميداليات، تصنع تحف وانتيكات اللي انت عايزه بينور في الضلمة زي كده بالظبط. وفي كذا لون. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر. وهي يا جماعة